مندوب بيحكي ويقول: أنا مش مشهور ولا بحب أطلع أتكلم أو أعمل فيديو، لكن لما تبقى شغال في حالك وتلاقي نفسك متهم بظلم وصورتك منتشرة على السوشيال ميديا كأنك حرامي، تبقى لازم تحكي القصة عشان الناس تعرف الحقيقة. بيقول: أنا شغال مندوب توصيل، وفي يوم من الأيام جالي أوردر من الدكتورة هبة، علبة حلويات شيك كانت مغلفة كويس. خدتها ومشيت، وصلت على الطريق السريع، كان زحمة وعربيات داخلة وخارجة، لكن اتفاجئت إن العلبة وقعت مني. بصيت ورا لقيت العلبة طايرة واللي فيها اتبعثر في الأرض. وقفت على جنب وأنا مش مصدق، بس الطريق كان كله خطر جدا، مش هقدر ألم الحاجة من على الأرض. رجعت بسرعة وصورت المكان وبعتلها الصور عشان تعرف الحكاية، وشرحت لها الموقف إن الطريق كان خطر على حياتي. توقعت إنها هتفهم، لكن ردها كان صادم. قالت لي: لم الحاجات ورجعها تاني في العلبة ووصل الأوردر زي ما قلتلك. أنا قلت لها: ده طريق سريع يا دكتورة، في عربيات رايحة وجاية وأنا مش هقدر. لكن ردت بكل حزم: ماليش دعوة، رجع الحاجة بأي شكل. فقال لها: خلاص، احنا ممكن نتفاهم الأوردر وأدفعلك تمنه. لكن للأسف بعد شوية لقيت صورتي نازلة على الفيسبوك، والدكتورة كاتبة إن مندوب سرق الأوردر وهنقدم بلاغ رسمي ضده. أنا بقيت مش مصدق، يعني علبة حلويات وقعت في الطريق وغصب عني، وصرحت واتأسفت وكنت مستعدة أدفع تمنها من جيبي، وفي الآخر أتحول لمتهم. الناس ساعات بتحكم من غير ما تشوف الصورة كلها. المندوبين دول بشر، بيشتغلوا في الشوارع وطرق خطيرة وبيعرضوا حياتهم للخطر عشان ربنا يرزقهم بالحلال. الشهرة مش دايما معناها إن الشخص اللي قدامك دايما صح، وفي ناس كتير بتتظلم وبتتشهر من غير حق. الكرامة مش مرتبطة بوظيفة، سواء كنت دكتور أو مندوب أو أي حد، كلنا بشر. اللي يخلينا نعيش بكرامة هو احترامنا لبعض وفهمنا للأوضاع. الغلط وارد، التشهير والظلم مش هو الحل. بيت الحواديت مش بس بنحكي، احنا بنسمع صوت اللي ملوش صوت. لو حسيت إن القصة دي ظلم، شاركها مع الناس وكلنا نقدر نغير الوضع. واستنونا في بيت الحواديت، دايما عندنا حكايات من قلب الواقع.